هيحصل لك ايه لو بقيت ويا انسان ويا من ويا. العصر الحجري؟ اول ما مامتك تولدك هتنزل قد الفشفوشه وتلاقي نفسك متلقح جوه كهف، وماما بعدها ترضعك على طول، وساعتها هتفضل ترضع لغايه ما تشفط ماما، وده لان احساسك الداخلي بيقول لك تقريبا ان ده اخر بق لبن قبل ما اسد يجي ياكلكوا. وهنا تنسى كل حاجه، مفيش بامبرز، فهيلزقوا لك حته خيش، يعني شيخه بالراحه ولا يهمك يا باشا. وكمان مفيش اي مستشفى، وفي الحاله دي لو عديت مرحله الطفوله هتبقى رجوله، وبعد 10 سنين ويا تبدا ويا تتعلم ولد الصيد، الكلب. ولما توصل 16 سنه هتبقى خلاص مش قادر عاوز تتجوز، فينقولك فتحيه السيد اللي من نظافه كعب رجلها في شق زي شق قناه السويس، وبعدها يبعتوك لوحدك تصطاد لهم ماموس او اسد عشان تقدمه لها كمهر. وكل يوم هتكون عباره عن انها معركه بقاء، انت ويا تخرج ويا تصطاد كل ويا. يوم خش وفتحيه يا تنقي موسى. الفواكه. ولو كملت 40 سنه ابقى تعالى قابلني، يعني لانك غالبا هيكون دعك عليك فيل او خطفك ولو عديت ال40 وبرضه بقى تعالى قابلني، القبيله بتاعتك هتعتبرك سوبرمان، وده لسببين: انك اتجوزت فتحيه السيد، وانك لسه عايش لدلوقتي. ولكن للاسف هتكتشف كائن تاني اسمه الانسان، وده هيجيب قبيلته ويحاربوك عشان الاكل والصيد والمحاصيل. مع الانسان مفيش مستحيل، يا موتكوا يا موت نفسي بس.